منتخبنا الوطني، مبروك الفوز. كنت حريص النهارده ان انت حضرتك يعني يبقى متواجد شريف اكرامي في الشوط الاول والشناوي في الشوط الثاني، على اساس ان الحضري لعب اخر مباراه، يبقى طمنت على المجموعه كلها. برضه تقييمك ايه لاداء حراس مرمى منتخبنا؟ الحمد لله، حراس المرمى عندهم تمرين جامد بكره. النهارده كانوا شويه مريحين شويه. لا الحمد لله، مركز حراسه المرمى بخير، وثلاث حراس كبار جدا جدا. اي حد فيهم يتحمل المسؤوليه هيتحملها بمنتهى الشجاعه، ويعني ما فيش اي قلق في المركز ده الحمد لله. سمعت ان انت كان في جلسه قعدت مع الحضري عشان تبقى يعني تقول له قلنا له ما خذلناش ولعب مباريات كبيره. احنا يعني يعني نشوف ناس، نحس بناس في مباريات كبيره زي ماتش تونس. الحضري لعب مباريات كبيره كتير جدا. ان شاء الله هم يعني ثلاثه زاد بشري لبلدهم، وزي ما قلت لك انه اي حد فيهم هيلعب ان شاء الله يبقى كويس. النهارده شفنا الشناوي وشفنا اكرامي، ان شاء الله يبقى حيره لدى الكابتن احمد ناجي بسبب المنافسه القويه، الشناوي وشريف وحضري، ثلاث اسماء ما شاء الله. ايه الدراما اللي انت عاملها دي؟ حيره ايه وبتاع ايه؟ حيره ايه الدراما اللي انت عاملها؟ لا ثلاث حراس مرمى ما شاء الله فورمه عاليه جدا. ما فيش حيره ولا حاجه، اللي هيلعب في دماغنا وربنا يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله توفيق ان شاء الله. يا كابتن سيف، متواصلين معاك ولقاءات خاصه مع منتخبنا ولاعيبه منتخبنا الوطني، مش هيكون لاعيبه منتخب معانا بعد لحظات، طبعا بعد الفوز على تونس في الدقيقه الاخيره بهدف.